تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني وتحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من 11 شخص كانت تقوم بالمضاربة غير المشروعة في المركبات النفعية نوع دوبلو بانوراما، وذلك باستخراجها بوثائق هوية الغير بدون علمهم، وهذا بعد تلقي تسهيلات من موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية لإحدى البلديات الذين يقومون بإجراءات البيوع بأسماء الغير دون علمهم. العملية مكنت من حجز مركبتين نوع دوبلو بانوراما بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة. تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية حول جنحة المضاربة غير المشروعة، تزوير الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية واستعمال المزور، انتحال اسم الغير، وجنحة القيام بعمل على نحو يخرق القوانين والأنظمة.